النهاردة الفزورة مش عن طعام، عن نظام دايت اتذكر في القرآن من أكتر من 1400 سنة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ربنا كان مصرح لهم باللحوم وبالشحوم الحيوانية اللي دلوقتي بيخوفونا منها، وبيقولوا لنا إن الشحوم دي هي اللي بتسد الشرايين، مع إنها أحسن مصدر للبروتين الحيواني. الشحوم الحيوانية والزبدة والسمنة والحاجات اللي طالعة من الحيوان. هم اتمردوا بقى وطلبوا ايه؟ طلبوا من سيدنا موسى ان هم ينزلوا مصر عشان ياكلوا من قستائها وفومها وعدسها وبصلها. فطلع الدايت الأعجوبة اللي بيعمل نحت لدهون الجسم، تاكل دهون وتخس دهون. ازاي يا دكتور؟ كل الحالات اللي تابعوا معايا وجربوا الدايت ده متأكدين من المعلومة اللي ذكرها القرآن من اكتر من 1400 سنة. لو عرفت اسم الدايت اكتب لي في الكومنتس، واكتر حد هيجاوب على اكبر عدد من الحلقات اجابة صحيحة هيكسب معانا جلسة تخسيس هدية بعد العيد. وتابعوني في الحلقة الجاية.